الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده الخضار السوتيه بطريقه سهله خالص. هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا فص ثوم مقطعاه وشويه ملح ومرقه فراخ، ورقتين لورا وكمان فلفل اسود وفص حبهان بودره وشويه بصل بودره. طبعا اي نوع خضار متواجد عندك وتقطعيه بالشكل اللي انت حباه. انا عندي هنا جزر وفاصوليا خضراء هسلقهم مع بعض، وعندي كمان كوسه وبطاطس بس هسلقهم بعد منشل الخضار دوت عشان ده سواه غير التاني. هسيبهم كده حوالي 5 أو 7 دقايق ياخدوا غلوتين مع بعض. هحط كمان عصرة ليمونة علشان الخضار يفضل محتفظ باللون بتاعه وما يتهريش معايا. هنشيلهم بعد ال7 دقايق، وفي نفس المرقة هحط الكوسة والبطاطس. في طريقة تانية، ممكن لو انتوا مش حابين تسلقوها كده نص سلقة، بتحطوا مصفى والمية تحت وتحطوا الخضار في قلب المصفى وتغطوها. بس كده انا بحس ان هي مش بتبقى متنكهة قوي والناس بتبقى متضايقة منها جدا، بيحسوا انها اكل عيانين، انما بالطريقة دي هتاكلوها. بصوا الكوسة كده استووا معايا خلاص 3/4 سوا. هطفي عليها النار واصفيها زي ما عملت مع الكوسة والفاصوليا. طاسة على النار فيها مكعب زبدة ومعلقة زيت زيتون، او ممكن تكتفوا بحاجة واحدة بس، وفيها فصين مستكة. هنزل كمان بفصين توم مفرومين. انا مش عايزة التوم ياخد عندي لون، انا عايزاه بس ريحته تطلع. ريحة التوم طلعت، هنزل بقى بالخضار. مش قادرة اقول لكم على الروايح. هنزل بقى كمان بفلفل اسود وعود روزماري او زعتر لو متاح وشوية ملح بسيطة وشوية جوز الطيب. اديهم كده تقليبتين مع بعض يتشوحوا، يبقى كده عندي احلى خضار سوتيه هتاكلوه في حياتكم. بجد لو جربتوا الطريقه دي مش هتسلوها. انا طفيت عليه خلاص كده جهز معايا، بجد طعمه وريحته قلب المكان. يا ريت تجربوها وتسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم بصفات تانية جديده. ومن النهارده هتحبوا اكل العيانين.